المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا اليوم. سفير إريتريا في جنوب أفريقيا يعقد سيمينارا للإريتريين في جوهانسبرغ. اختتام أسبوع الشباب في الإقليم الأوسط. دول أوروبية تقرر إلغاء الاحتفالات وأخرى تشدد من قيودها لكبح انتشار كورونا. انتخاب اليساري بوريك رئيسا لتشيلي وترحيب أوروبي ولاتيني بالنتيجة. وإجلاء 22,000 شخص بسبب أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ 7 سنوات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت 10 من الإصابات في الإقليم الأوسط، وهي 2 في عدن فاس، واحدة في كل من ترافلو وبلزا وغجرت والفرمايو وقال نفحي وعداق حمص وعد أبيتو وبراديزو. و6 في الإقليم الجنوبي، 3 منها في مندفر، و2 في ابن حيلي، وواحدة في دبروة. في غضون ذلك شفي 12 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7,779، شفي منهم 7,566، وتوفي 70 مريضا، فيما لا يزال 143 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 20 من ديسمبر 2021. عقد سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر سيمينارا للإريتريين المقيمين في جوهانسبرغ وضواحيها. وأوضح السفير صالح في السيمينار الذي عقده يوم 15 ديسمبر بشعار التعبئة كضرورة مرحلية للأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية، وشرح خطط العمل الموضوعة للدفع بكافة برامج التصدي. وأكد المشاركون في السيمينار على استعدادهم لتنفيذ المهام المرحلية بتقوية وحدتهم وتنظيمهم. وأجاب السفير صالح في ختام السيمينار على أسئلة واستفسارات الحضور. اختتم في 17 من ديسمبر أسبوع الشباب في الإقليم الأوسط الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للشباب. وفي مناسبة الاختتام التي حضرتها المؤسسات الحكومية وممثل منظمة الأمم المتحدة، أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلين أن الأنشطة التي جرت خلال الأسبوع نفذت بتعاون مختلف المؤسسات، وشارك فيها حوالي 2500 من الشباب الطلاب والعمال. وتضمن الأسبوع بناء المدرجات وإعداد الحفر لشتول الأشجار، بالإضافة إلى التبرع الطوعي بالدم ومسابقات المعلومات العامة بين طلاب المدارس الثانوية وسباق الدراجات للهواة. وعقدت الدكتورة إيدن طارق سيمينار بمناسبة الأسبوع الشبابي حول أهمية الغذاء المتكامل والتغذية السليمة. وقدمت في مراسم الختام الجوائز على الفائزين في مختلف الأنشطة. أكد فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في السويد مواصلة دعمها للجمعية الأم. وأرسل الفرع في السنتين الماضيتين 334 جوز عكاظ و20 أسرة معاقين وأكثر من 180 عصي لمساعدة المعاقين على الحركة، و439 مقعد متحرك، وعدد كبير من الأفرشة والملابس الطبية تقدر قيمتها ب300,000 يورو. كما قدمت أفرع ستوكهولم مبلغ 10,000 دولار، وأوميو 4,000 دولار، ويوتوبري 13,000 دولار، وأوروبرو 90,000 كونورا للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب.
في غضون ذلك قدم فريق النرويج عام 2020 عدد 16 لابتوب مع كامل ملحقاته ومختلف المعدات الطبية إضافة إلى الدعم المالي. من جهة أخرى، وفي إطار دعم الإريتريين في ألمانيا لأسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء، قدمت مجموعة قلحتة في إسلينغن ستوتغارت 1292 يورو، وفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في فرانكفورت وضوحيها 550 يورو، واللجنة الوطنية في شتوتغارت وضوحيها 5998 يورو، والسيد هينوك حادجو 600 يورو، وأخبرت هابتي بايرو 600 يورو، والسيدة محرة السيفانوس وابنها دان اليوسف 600 يورو، والسيد أحمد فرج هيابو 200 يورو، وأسرة السيد يوحنس والسيدة حرقو تخل 200 يورو، والسيد حي الآب تسفو 20 يورو. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وقسم الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية يومي 15 و16 من ديسمبر في الإدارة والقيادة لمسؤولي الاتحاد والجهات الرياضية والثقافية في المديريات بهدف تقوية النشاط الريادي والثقافي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أن التنسيق القائم في العمل سيكون له دور إيجابي في جهود تنمية قدرات الشباب. من جانبه، أوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أبراهام يوهانس أنه يتطلب العمل التعاوني والتكاملي لاستغلال جيد للموارد الثقافية والرياضية في الإقليم الجنوبي، وسيجري العمل لتمهيد الأرضية لتعريف الشباب بتاريخهم وثقافتهم. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون في ختام الدورة التدريبية إن نتائج العمل المشترك يؤدي إلى النجاح المشترك، ومن المهم تطوير الوطن ببناء الشباب. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقبل أسبوع من أعياد الميلاد، شددت القارة الأوروبية من قيودها في محاولة للجم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، إذ فرضت هولندا حجرا صحيا شاملا، وأعلنت بريطانيا ما يعرف بحدث كبير يستلزم ردا منسقا من الأجهزة العامة. أما فرنسا فقد ألغت عروض الألعاب النارية والاحتفالات بحلول السنة الجديدة على جادة الشانزليزيه. كما أعلنت السلطات الألمانية إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر، وهو ما يستدعي فرض قيود جديدة على السفر. وينتشر أوميكرون بسرعة هائلة في أوروبا، حيث يتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير بحسب المفوضية الأوروبية. وأصبح هذا المتحور حديث العالم بعد شهر فقط على رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، إذ بات موجودا في حوالي 80 بلدا وينتشر بسرعة هائلة في أوروبا، حيث يتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول يناير حسب المفوضية الأوروبية. انتخب مرشح اليسار التقدمي غابرييل بوريك رسميا رئيسا لتشيلي حسب ما أعلنت السلطات الانتخابية. وحصل بوريك على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، بعد فوز أكثر من 99% من مراكز الاقتراع. وأهن الرئيس المنتهي ولايته سيبستيان بينيرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في 11 من مارس القادم. وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تماما.
عجلت فرق الإنقاذ الماليزية أكثر من 22 ألف شخص بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 7 سنوات وفقا للأرقام الحكومية. وتسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل في هذا البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا والمعتاد على العواصف الموسمية في نهاية العام بفيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية. وأفاد موقع حكومي على الإنترنت أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألفا من ضحايا الفيضانات في 8 ولايات، من بينهم 10,000 في ولاية باهانغ في وسط ماليزيا. وعرب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب عن دهشته لرؤية سيلانغور أغنى ولاية في البلاد والمحيطة بالعاصمة كوالالمبور مأمورة بالفيضانات، ما أجبر أكثر من 5,000 من قاطنيها على مغادرة منازلهم. عاد الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين إلى الأرض بأمان بعد أن أمضوا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية. وحسب موقع سبوتنيك هبطت سفينة الفضاء التي تحمل قطب الموضة يوساكو مايزاوا في كازاخستان على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازجان حسب ما ذكرت أسوشيتد بريس. وحالت السحب المنخفضة دون نشر مروحيات البحث والإنقاذ في المنطقة، لذلك وصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط في مركبات صالحة للسير في مختلف أنواع التضاريس لمساعدة الطاقم وإجراء الفحوصات الطبية. وتبين أن الثلاثي الذي كان على متن سفينة الفضاء بصحة جيدة. ويعتبر مايزاوا البالغ من العمر 46 عاما ومساعده هيرانو البالغ من العمر 36 عاما أول سائحين يدفعان أموالا لزيارة محطة الفضاء منذ عام 2009، فيما كانت هذه الرحلة هي مهمة الفضاء الثالثة لرائد الفضاء الروسي ميسوركين الذي رافقهما في الرحلة. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا اليوم. سفير إريتريا في جنوب أفريقيا يعقد سيمينارا للإريتريين في جوهانسبرغ. اختتام أسبوع الشباب في الإقليم الأوسط. دول أوروبية تقرر إلغاء الاحتفالات وأخرى تشدد من قيودها لكبح انتشار كورونا. انتخاب اليساري بوريك رئيسا لتشيلي والترحيب أوروبي ولاتيني بالنتيجة. وإجلاء 22 ألف شخص بسبب أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ 7 سنوات. مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.